السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة، وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مصر تتغلب على بوتسوانا ب4-0، هدفين لتريزيجيه وهدف لمحمد صلاح وهدف لمصطفى فتحي. الحمد لله احنا شفنا المباراة كانت سجال في الشوط الأولاني بالنسبة للمنتخب المصري، وقدرنا ان احنا نحرز هدفين، لكن في الشوط الثاني اتغيرت الامور وشفنا تراجع كبير جدا للمنتخب المصري، وده طبع وعادة المنتخب المصري رغم ان بوتسوانا تعبانه جايه من سفر. احنا شفنا الفريق وصل النهارده وشفنا الاجهاد، لكن بسم الله ما شاء الله النهارده كانوا بيشوطوا كور. ايه يا عم، ايه ده الحمد لله ان ربنا كرمنا النهارده. يعني ما فيش كوره جت شمال ولا يمين كان الشناوي كان راح فيها، رغم ان كان الشناوي كان هو نجم المباراه في الشوط الثاني من المنتخب المصري. شفنا هدفين في الشوط الاول وشفنا هدفين في الشوط الثاني، رغم غياب مرموش ورغم غياب مصطفى محمد، لكن الغيابات ما اثرتش على المنتخب المصري، وقدر حسام حسن بالتوليفه اللي معاه انه يقدر يعمل منتخب. ان شاء الله ان شاء الله الكل متفائل خير. احنا طبعا كده كده التصفيات عندنا ضعيفه، لكن مفيش حاجه اليومين دول اسمها ضعيفه. احنا بنشوف الفرق الصغيره هي اللي بتطلع الفرق الكبيره، يعني الفرق الصغيره هي اللي بتطلع الفرق الكبيره. وشفنا افريقيا الخريطه كلها عامه اتغيرت في افريقيا. ليه؟ من كم المحترفين اللي بقوا موجودين داخل القاره الافريقيه. هناك عندهم بيطلعوا الاعمار السنيه اللي هي الصغيره بيطلعوها باحتراف، ما بيتكلموش بقى زينا لا احنا عايزين 5 مليون دولار 6 مليون دولار، مفيش عندهم الكلام ده. هناك عايزين يعملوا حاجه اسمها قاعده لعيبه يعرفوا يخشوا بيها تصفيات، يعرفوا بيخشوا بيها بطولات. لكن احنا العكس، مصر ماشيه لورا مش ماشيه لقدام. احنا شفنا ابراهيم عادل لما كان ختافي عايزه وخلاص الولد خلص، شفنا بيراميدز عمل فيه ايه، وشفنا محمد عبد المنعم طبعا تمسك بنيس الفرنسي علشان يجرب حظه في الاحتراف. وده مش عيب، وده مش عيب. خرج لعيبتك، اعمل ناشئين وطلع، صعد لعيبه. لكن احنا بندور فريق معرفش فيه لعيب اخطف، الزمالك فيه لعيب اخطف، الاهلي فيه لعيب اخطف. مفيش كده بره ولا في الدوريات ولا في المنتخبات اللي احنا بنشوفها. كله بيصعد، كله بيقدم الاحتراف للعيبه من اعمار سنيه صغيره. لكن احنا غير كده، احنا مش موجودين على الخريطه اصلا بالنسبه للمحترفين. حيالله بس محمد صلاح ومرموش وتريزيجيه اللي كنا متاملين ومتفائلين فيه خير، اهو راح الريان القطري وزيه زي غيره، زيه زي غيره. النني على الامارات، تريزيجيه راح الريان، استفدنا ايه؟ ولا شيء. المهم بنبارك لكابتن حسام وبنبارك للعيبه. الحمد لله ربنا كرمنا. انت النهارده اول المجموعه، عندك في فتره طويله جدا الكابتن حسام حسن هيعرف يختار لعيبته كويس جدا الفتره اللي جايه. الحمد لله ان انت عديت النهارده على خير، لان مستوى بتسوانا ما كانش على قد المستوى بتاع مصر. ما قارنش بوتسوانا بالفريق المصري نهائي، يعني ما نقارنش دي بدي. فالحمد لله على المكسب النهارده، والمكسب بيجيب مكسب يا جماعه علشان التصنيف الدولي والتصنيف الشهري لمنتخب مصر. فربنا يكرمنا ان شاء الله. احنا عندنا يوم 17 مارس باذن الله تعالى يحيينا ويحييكم ربنا، عندنا مباراه اثيوبيا في تصفيات كاس العالم، ولينا مع اثيوبيا طار عايزين ناخده منها. ولا نسيته؟ لا احنا ما نسيناش، احنا ما نسيناش. كابتن حسام حسن يعد العده ويظبط لاعيبته ويظبط اختياراته. في لعيبه تستحق وفي لعيبه كانت تستحق انها تكون موجوده في المنتخب المصري، مش هنتكلم فيها دلوقتي لان كابتن حسام هو اضرب اللعيبه، لكن في علامات استفهام كتيره جدا على اختياراته، يعني كتير جدا. من ضمنها قفشه، من ضمنها حسين الشحات، من ضمنها عمر كمال. الناس دي اللي ما انضمتش لتشكيله المنتخب المصري، حتى لو حطيتهم جنبك على الدكه تستفاد بيهم بعدين، ان انت تستفاد بيهم بعدين. الناس دي بتأدي مع انديتهم، الناس دي لعبت وخدت بطولات. لو دول ما راحوش مين اللي هيروح؟ يعني معلش، يعني لو دول ما راحوش مين هيروح؟ يا كابتن حسام راجع نفسك في اختيارات المنتخب. بس بنقول لك 1000 مليون مبروك. نخش بقى على حرب الصفقات بين الاهلي والزمالك وبيراميدز
وباقي الانديه. طبعا اللي داير على السوشيال ميديا دلوقتي صفقه بوبنزا، اورن بوبنزا. طبعا الزمالك كل يوم والتاني بيطلع تتكلم على ان ده مهاجم سفاح دبابه زي ما بيقولوا، زي ما انت عايز تقول قول. الولد كويس، كواليتي ومهاجم 10 على 10. طبعا في رساله جت لبوبنزا من واحد في اداره نادي الزمالك، يعني اسلام صادق مع خالد غندور، هو اللي طلع وقال بعظمه لسانه وشهد شاهد من اهلها، طلع وقال ان في حد من نادي الزمالك هو اللي اتكلم او بعت رساله لبوبنزا وقال له ان الزمالك ده مسجل خطر في الفيفا. انتوا زعلانين؟ طب ما هي دي الحقيقه. انتوا قلت هيوصل يوم الاحد، ما وصلش لحد. قلت عنده مشكله وهيوصل يوم الثلاث، طبعا لسه ما وصلش. بتمنى انه يوصل عشان عايزين نشوفه، يعني احنا عايزين نشوفه هيعمل ايه مع الزمالك. طبعا امبارح جابوا محمد حمدي من نادي انبي، وايمن الشريعي طالع بيتكلم يقول لك ده لو الاهلي طلب مني لعيب ده انا هاخده هوديهوله. يا راجل يا راجل يا راجل اتقي الله في نفسك. انت مصدق نفسك؟ يعني ايمن الشريعي مصدق نفسه بالكلام اللي بيقوله ده؟ ايمن الشريعي ده اول واحد كان بيحارب النادي الاهلي عشان ما فيش اي لعيب يوصل من انبي للنادي الاهلي، ودي معروفه من يوم ما مسكت يا ايمن الشريعي نادي انبي. انت رحت اديت محمد حمدي ب 3 مليون في السنه للزمالك، يعتبر ببلاش، يعتبر ببلاش، مش جايبين 50,000 دولار. جاي تقول ده لو لعيب من النادي الاهلي طلبه انا هوديهوله. احنا ما احناش عايزين منك اي حاجه، ولا احنا موديين لك اي لعيب. نادي الاسماعيلي لما الاهلي طلب منه عمر الساعي، الراجل ما تاخرش، الناس ما تاخرتش، والنادي الاهلي قال لك عادي انا هشتري وادفع وادعم النادي الاسماعيلي ويطلع من الكبوه بتاعته. ومن هنا بنقول للكابتن ايهاب جلال ربنا يشفيه يا رب ويحوش عنه ويقوم بالسلامه لاسرته واهله وحبايبه واصحابه ان شاء الله. فاحنا بنتكلم على الصفقات اللي الزمالك بتعملها طبعا، وفي حاجه طبعا خالد غندور اتكلم فيها والاعلام اتكلم فيها، ان ازاي الزمالك جاب فلوس الصفقات دي. يعني فلوس الصفقات اللي الزمالك جابها منين؟ الصفقات منين الفلوس دي يا جماعه؟ يطلع واحد كده دمه خفيف بس سخيف شويه، مش محترم سنه، جايب واحد مقعد واحد ماسك السوشيال ميديا بتاعته بيستخف دم اللي جابه، طالع بيقول ايه؟ لا الزمالك وهو بيفحر لقى ايه؟ شويه اثار، شويه زلع، شويه معرفش ايه وفيها ذهب. لا يا حبيبي، ده الاستاذ محمد الاتريبي رئيس البنك الاهلي المصري، رئيس البنك الاهلي المصري هو اللي دعم صندوق الاستثمار بتاع الزمالك ب 210 مليون. 210 مليون منين يا جماعه؟ من البنك الاهلي. علشان نكون فاكرين وعارفين ان مين بيدعم مين ومين بيقف مع مين. الاهلي لما احتاج فلوس علشان يخلص صفقه بن رمضان اللي كلنا اتكلمنا فيها علشان خاطر تعثر السيوله الاجنبيه مع النادي الاهلي، لان النادي الاهلي عنده التزامات ماديه طبعا غير بن رمضان، عنده لعيبه وعنده مدربين وعنده ليله يا عم الحاج، وعنده ليله كبيره. فاحنا عرفنا النهارده منين فلوس الصفقات دي جت لنادي الزمالك. دي حاجه. النقطه الثانيه، في ناس بتطلع تتكلم على الاعلام وعلى المحللين وهم من اقذر الناس. لما واحد النهارده طالع بيتكلم على الاعلام ويقول لك ان الاعلام الزملكاوي او الاعلام في مصر عامه يعني مكانه الصرف الصحي. ايوه، بسيون الملط. طبعا كلنا عارفين مين هو بسيون الملط. اسامه حسن. اسامه حسن طالع بيتكلم ويقول لك الاعلام مكانه الصرف الصحي. هل يجوز من واحد كان بيلعب في نادي الزمالك او عامل نفسه منتمي لنادي الزمالك او عامل نفسه محلل رياضي وهو لا يفقه شيء في الرياضه وطالع بيتكلم ويقول لك الاعلام مكانه الصرف الصحي؟ صرف صحي مين يا عم الحاج؟ في ايه؟
هو انت ما بقتش يعني، انت طالع واخد دور الكومبارس لرضا عبد العال، طالع يعني ايه بتقول لرضا عبد العال اقعد بقى واركن شويه كده وانا اطلع مكانك واطلع اشتم واطلع اهلل واطلع اهجص علشان اخد مكانك في الاعلام المصري. احنا لو عندنا منظومه اعلاميه مظبوطه في مصر، الاشكال اللي زيك دي ما تطلعش والله. وبعض الاعلاميين اللي محسوبين على الصحف الحكوميه في مصر بتطلع في الاعلام بتتكلم، والله لو احنا عندنا منظومه صح الناس دي ما تطلع تتكلم ولا تكتب ربع كلمه واحده. ما تطلع كل شويه عمالين طالعين كلام بسفاله وقله ادب وتطاول. انا ما اعرفش انت ازاي الناس دي بتطلع كل همهم الشاغل ان هم يطلعوا يتكلموا على النادي الاهلي. اشتم في النادي الاهلي، كل ما تشتم اكتر تاخد فلوس اكتر، كل ما تشتهر اكتر، كل ما تطلع على القنوات اكتر واكتر. ده الاعلام بتاعنا، هو ده الاعلام اللي مصر عايزاه. عايز تطور المنظومه هاتها من تحت، هاتها من تحت. وانت طالع طهر، يعني وانت طالع طهر. هات معاك بقى، بص كل اللي انت شايفه غلط اركن شمال، كل اللي انت شايفه غلط اركنه. عندنا مثل بالبلدي بيقول لك ايه، اربط اربط ايه، اضرب المربوط بيخاف السايب. اتكلموا يا عم، اتكلموا. الناس دي في ايه بالظبط؟ والله ربنا يرحمنا من اللي احنا بنشوفه والازمات اللي كل يوم بتتصدر للرياضه المصريه. كل يوم في ازمات، كل يوم في قرف، لحد لما تدهور بينا الحال ووصلنا للمستنقع اللي احنا بنشوفه ونسمع الصرف الصحي والكلام الخايب اللي احنا بنسمعه كل يوم والتاني. مبروك لمصر، وربنا يكرمنا فيما هو قادم باذن الله. وان شاء الله ربنا يكرم النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده مباراتين صعبه جدا جدا ان شاء الله، وعنده مباراه السوبر بالسعوديه عايزين نشوفها على اكمل وجه، وربنا يكرم الجميع ان شاء الله. وشكرا على حسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.